نواصل تغطيتنا لثالث مباريات دورة صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن سعد آل سعود المدي 16. يشرفني بأن يقف بجانب مدرب فريق الزعيم علي الشمراني. أول شيء نرحب فيك عبر قناة زوم تايجر. حياكم الله ويعطيكم العافية والحمد لله على كل حال حبيبي. هارد لك من الأعماق للزعيم، خسارة ثانية وإن تغير الزمان لكن المكان ثابت، خسارة من نفس الغريم. الحمد لله على كل حال. أنت تتكلم على تقريبا 12 سنة، 2004 2016 12 سنة، يعني المتغيرات كثير والكورة تغيرت، واعتقد كمان حتى الجمهور تغير يعني. والكورة ما فيها اثار، كورة فيها متعة وفيها لعب وفيها يعني اللي يعطيها ويحترم الفريق الثاني ولا يفوز، وهذا اللي صار يعني. يمكن احنا البعداني قلنا او تساهلوا وتناقلوا الشباب انه البعداني مش البعداني اللي هو يعني بعداني زمان او شيء زي كذا، فنبهنا انه البعداني بيختلف، ما دخل الدورة او اي فريق دخل الدورة الا يبغى البطولة. وحاولنا انه احنا ننتشل الفكرة انه البعداني مش زي اول، لكن يستاهل البعداني، لعب وفاز واللعب تكتيك معين واستفاد منه، الله يوفقهم ان شاء الله. من 2004 إلى 2016 الزعيم لم يستطع بأن يكسب البعداني، السبب في خسارة الزعيم اليوم؟ لا يعني بتقول انا ما فزت على البعداني؟ أتكلم عن بطولة المدي. لا ممكن لا هو فاز علي في النهاية هنا، واحداث شهيرة. يمكن الحكم رفع 4 دقائق جاب هدف وفاز في المباراة الختامية، وهذه ثاني مقابلة يعني. بعدها ما اعتقد احنا تقابلنا في قبلها، تقابلنا في دورة ثانية فاز علي فزت عليه يعني. هذه كورة يعني، ترى ما نحسبها اي حسابات ثانية يعني. تطرقت إلى موضوع التحكيم، كيف ترى التحكيم في بطولة المدي وفي بطولات الحواري؟ الله شوف، التحكيم هذا باب كبير، باب كبير، باب كبير يعني. احنا والله العظيم شوف، انا من الناس اللي مؤمن انه الحكم يعني بيخطئ خطأ مو قاصد، تمام. لكن اعطيك مثال، عام 2004 هنا تمام، وقبل اسبوع في التسامح 2004 اول 5 دقائق هنا بلنتي للبعداني، الحكم يقول اللاعب يده متحركه، دار الزمان ونفس الحكم جاء بلنتي في النهايه دوره التسامح، الحكم يقول جانا بلنتي احنا كمان، يقول الحكم يده ثابته. سبحان الله، هنا ثابته وفي المدي متحركه. لكن الحمد لله الحكم، انا والله العظيم انا ما اخش في الذمم، لكن الحكم اذا هو محضر المباراه ما عنده اي مشكله. لكن حكم نايم في السياره وينزل يحكم، حكم محضر في المباراه تيجي تناقش ويقول لك انا ما اتوقع ان المباراه يعني مو في المدي، في دورات كثير يعني. المدي باختصار اختصر لك هي، انا كرئيس فريق او مدرب فريق، انا اذا ما حققت البطوله هذه انا ما اعترف بالكوره نهائيا، او اي لاعب ما حقق المدي ما له تاريخ في الكوره. اي واحد اي فريق يبغى تاريخ لازم يحقق المدي، انا ما حققت ويمكن اوقف الرياضه لانه خلاص يعني المدي انا ما حققته وفشلت انه انا احققه. يمكن ابرز انجاز لي نهائي ودور 4 واليوم 32 اخرج، رغم انه انا كنت مصمم الدور هذه انه انا احقق البطوله بصراحه، لكن الله ما اراد، تعبنا، واحتمال كبير احتمال كبير انه هذه اخر سنه لي في المدي، احتمال كبير، الا اذا اشياء ثانيه الله العالم اذا ما تعدلت ممكن هذه اخر بطوله لي، وحكمل في البطولات اللي ما انا ملتزم فيها. ممكن تكون خبر حصري لكم زم تايجر انه الرياضه اي بطوله ملتزم فيها الان حكملها، ممكن بعد كذا اذا ما تعدلت بعد الظروف انا حوقف، ومنها التحكيم يعني. نتمنى لك التوفيق، ولا نتمنى بأن نفقد شخصية رياضية بقيمتك بعد أن غادر الزعيم من البطولة. من تعتقد بأن يكون بطل؟ الحمد لله على كل حال، لكل دولة زمن ورجال، اعتقد كذا هي مثلا، اعتقد ان كما ضيعت، لكن خلاص ان شاء الله يجوا الناس اللي يقدروا هم يشيلوا الزعيم انه استمر. والحمد لله على كل حال، انا ما اقدر اقول اي حاجه، شكرا للمدير، انا ظهرت هنا وانتهي هنا، الحمد لله على كل حال. لك كابتن علي الشمراني، كان معنا مدرب فريق الزعيم.